وبدون تردد فتحت الكاميرا وسجلت فيديو جديد، ونياون بتتخنق تحت ايديها. اصحابها واقفين مرعوبين، مفيش حد قادر يتحرك، لحد ما ميس لي دخلت وصرخت ووقفت. اخدتهم اوضه لوحدهم علشان تأدبهم، بس جيني مش من النوع اللي بيتأدب. اول ما قفلت الباب قربت من المدرسه، مسكت قلم وقالت لها بصوت واطي قوي: انتي فاكره انك بريئه؟ انتي سبتي ليزا تتعذب. ميس لي اتلخبطت، خافت، اتلجمت. اخر اليوم جيني رجعت البيت وورت ليزا الفيديو اللي صورته لنياون. ليزا اتصدمت، قلبها اتوجع. انا مش بحب العنف حتى لو ضد اللي اذوني. سومي بصت لجيني وقالت تحذير: لو قررتي اللي عملتيه تاني هتضري اختك. اليوم اللي بعده عيد ميلاد التوأم. جابوا تورته بسيطه وقعدوا لاول مره في حياتهم يتكلموا كاخوات. ليزا حكت عن حياتها القاسيه، عن الحرمان، عن حب مجاش من اب ولا ام. وجيني اتأثرت جدا، هي كمان حياتها ما كانتش ورديه، فقر وتعب ووحده. تاني يوم الصبح جيني نايمه، فليزا قررت تروح المدرسه لوحدها. قالت لنفسها: نياون اتأدبت، مش هتعمل لي حاجه تاني. لكن في المدرسه مصيبه كبيره كانت مستنياها. ام نياون قاعده مع الناظر بتدبر خطه لطرد ليزا من المدرسه. الست خايفه ان ليزا تاخد بالها من بنتها، فعايزاها تختفي. الناظر بيعتبروه واحد من الفاسدين، موافق ومستعد يسهل اي موضوع. ليزا واقفه ورا الباب بتسمع ودموعها بتنزل. جريت على الحمام وقلبها وجع. واول ما دخلت نياون كانت هناك. ليزا قفلت على نفسها في الكابينه، لكن نياون كبت عليها ميه كانها مش بشر. رجعت البيت مبلوله مرميه على الارض بتنهج من التعب.